هانتوما هادو ناس نازحين صافي خارجين بحالهم، ما بقاوش لقاو العيشه في المغرب، مخرجينهم ما نديروهم وتيريبوهم ليهم فوق راسهم. ها هما كلهم نازحين، ها هم كلهم نازحين غاديين بحالهم. جموع غفيرة من المغاربة يطلبون اللجوء إلى الجزائر ودخول التراب الجزائري للبحث عن العيش الكريم وحفظ كرامتهم، هروبا من النظام المخزني المستبد القامع الذي سلبهم بيوتهم وأراضيهم. النظام المخزني الملكي أصبح لا يهمه هذا المجتمع بالدرجة الأولى بقدر ما يهمه أن ينال النصيب الأكبر من الأموال التي يفترض أن يتم إنفاقها في مشاريع من شأنها أن تسير بالمغرب إلى الأمام. لكن الجهات المكلفة بتسيير وإدارة الشؤون الاجتماعية لا ينظرون إلى أن واجبهم الأول هو تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم. هؤلاء الأشخاص ينهبون من الثروات ومن الخيرات ما يكفي للقضاء على الفقر الذي يتضخم يوما بعد يوم، وما يكفي لإنشاء مشاريع قد تقضي على البطالة، وما يكفي من مستشفيات لمواجهة الحد من الأمراض، وما يكفي من مدارس للقضاء على الجهل. بات المغاربة محكومين بالظروف القاهرة التي تلاحقهم في كل مضامين حياتهم، فلا يجدوا إلا الاستسلام لحالهم، ذلك أنهم سئموا من الشكوى والتذمر من المعاناة التي ظلت لصيقة بهم وأوضاعهم التي آبت أن تتغير في ظل ظروف وأسباب تدفعهم إلى الاحتياد على واقعهم المرير. وهكذا بقي هذا الواقع مريرا دون وجود مؤشرات تؤكد على أنه يمكن أن يتغير نحو الأحسن.